أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يتفوق طالب العلم؟ الإنسان يسعى لارتقاء نفسه، كل شخص بالنسبة إلى حرفته. تشوف هذا الدكتور الطبيب يسعى أن يقرأ أكثر ويسعى أكثر حتى يصل إلى مرتبة عالية في حرفته. شوف المهندس، وكذا الأشخاص الآخرين. إحنا كلامنا حول الطلبة، طالب العلم. طالب العلم يريد يرتقي. أحسن طريق للارتقاء هو التوجه إلى القرآن ومعارف أهل البيت روحي لهم الفداء. القرآن يبين الطريق. شوف شلون يتكلم عن الأشخاص الذين سلكوا الطريق بشكل صحيح، يعطيك طريق صحيح حتى أنت هم تسلك هذا الطريق. وأيضا روايات الواردة عن أهل البيت روحي لهم الفداء. أنا متأسف جدا أرى أن نهج البلاغة مهمول في الحوزات العلمية، مع أنه في متون الخطب وسائر الأمور الذي موجودة في كتاب نهج البلاغة أكو إرشادات قوية لارتقاء طالب العلم. بالنهاية الإنسان إذا يريد أن يتوفق في الدنيا، خصوصا طالب العلم، يتوجه إلى إرشادات أهل البيت روحي لهم الفداء. شوف إمام الصادق يرشدنا إلى التوجه إلى الصدق. لا تغتروا بصلاتهم ولا بصيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. يقول لا يخدعوك الناس بصلاتهم وصومهم، بل انظروا إلى الناس بصدقهم. احنا لأنه بحثنا الصدق. شوفوا الناس شلون صادقين بكلامهم أم لا. إذا كانوا صادقين بكلامهم هم خيرة الناس. يبلغ الصادق بصدقه ما يبلغه الكاذب باحتياله. أمير المؤمنين يقول بالنهاية كليهما يصلون إلى مرتبة، ولكن أحدهما يصل إلى مرتبة عالية وهو الصادق، والآخر في أسفل السافلين وهو الكاذب. انظروا إلى نصائح أهل البيت. شوف إمام أمير المؤمنين كيف يصف المتقين في خطبة حمام: قلوبهم محزونة، شرورهم مأمونة، أجسادهم نحيفة، الله أكبر، وحاجاتهم خفيفة، وأنفسهم عفيفة. صبروا أياما قصيرة أعقبتهم رحلة طويلة، تجارة مربحة يسرها لهم ربهم. هؤلاء المتقين كونوا هكذا، اتعلموا من معارف أهل البيت. فالمتقون فيها هم أهل الفاظ، منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد، ومشيتهم التواضع. غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم. هؤلاء المتقين. ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، بس يسمعون شيء الذي ينفعهم. عظم الخالق في أنفسهم
وصغر ما دونه في أعينهم. لله يشتغلون، بس ينظرون أن الله سبحانه وتعالى أي شيء يريد منهم، هكذا يعيشون. فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون. هذه أوصاف المتقين. أمير المؤمنين يشير: كن صادق حتى الله يوفقك تصل إلى مرتبة عالية. إن الصادق أول من يصادقه الله عز وجل، ويعلم أنه صادق. تكون صادق الله يأخذ بيدك. تدري إذا الله سبحانه وتعالى أخذ بيدك لا يقدر أحد أن يغلبك قط. الشيطان يكون بعيد عنك. تصدقه نفسه، تعلم أنه صادق. نفسه تصدقه، تعلم أنه صادق، يعني أنه الإنسان يحس، لأن نفسه تأيده، يحس هذا الصدق. الإنسان يحتاج إلى تهذيب النفس. تحري الصدق وتجنب الكذب أجمل شيمة وأفضل أدب. إذا تكون صادق وتمنع نفسك عن الكذب، هذا أجمل أخلاق وأحسن أدب. هذا كلام أمير المؤمنين روحي له الفدا. إياك يا طالب العلم أن تأخذ طريقا لا سمح الله يكون فيه كذب. ترفع نفسك كذبا، تنطق بكلمات ليس صادقا في نطقك، هذا كله كذب. الإنسان طالب العلم لابد أن يكون بهذه الصفة، بحيث الناس يرونه في المجتمع هو صادق، ولذا يؤمنون به، يجللونه ويأخذونه قدوة لهم. يقولون هذا صادق لأنه أعماله، طريقته، مشيه، كلامه كله مطابق بحياته، لا يكذب. شوف هذا عيشته، هذا بيته، هذا كلامه، هذا أولاده، هذا أكله، صادق بكلامه. لما يلطق بالزهد، لما يلطق بالصبر، لما ينطق بالتحمل أمام آفات الدنيا، يرونه صادق. هو متحمل صادق بكلامه، ولذا يأخذون قدوة. هؤلاء علماء البلاد الذين عاشوا، رحم الله من رحل منهم من هذه الدنيا وحفظ الله من بقي منهم. هؤلاء الذين يشتغلون بشكل قديم خدمة للناس، شوفوا ايش قد الناس يحبوهم. لما يرحل عن الدنيا شلون يبرزون الإحساسات، يبكون، يقولون هذا الشخص نافع كان، كون إنسانا نافعا بصدقك. الناس إذا شافوا صادق يلتمون حولك. وإن شاء الله نستمر بالكلام بالجلسات الآتية، والحمد لله رب العالمين. محمد